بيقولوا انه في حاجة اسمها قانون تسلا. ايوه تسلا مش نسلا، ايوه مش بتاعت الايس كريم، وركزوا معايا لان الكلام ده مهم جدا. قانون تسلا 369 هو قانون مش علمي بالمعنى الحرفي، بس هو مفهوم روحاني فلسفي. بيقولك ايه بقى؟ ان الاعتقاد في الثلاث ارقام دول اللي هو 9 و6 و3 هما مفاتيح الكون، وان الثلاث ارقام دول ليهم اهمية خاصة في مفاتيح تحقيق الاهداف واسرار الكون الخفية والغير مرئية. ومش بس كده، وان الطريقة دي ليها وضع معين للتجلي، يعني مش التأمل او التدبر في كلام الله، ان الثلاث ارقام دول ليهم طريقة في التجلي والتأمل، وان الارقام دي ليها طريقة صحيحة لاستخدامها. يعني لو انت استخدمت الارقام دي بالطريقة دي بالايام دي بالعدد اللي موجود في الطريقة، هيكون معاك مفاتيح تحقيق اي حاجة انت بتتمناها على وجه الارض. ايه ده يا سارة؟ هي دي من ضمن الاكواد الرقمية اللي انت كنت قلت لنا عليها؟ لا 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 لا، الاكواد الرقمية كوم، ونظرية تسلا كوم تاني خالص. بيقول لك ايه بقى؟ الطريقة دي تتكتب 3 مرات الصبح، و6 مرات في الظهر، و9 مرات بالليل. خدتوا بالكم الدكتور مديك كورس مضاد حيوي عشان ما يحصل لكوش مضاعفات، لازم تمشوا على الطريقة الصحيحة. وبعدين بقى ما تخرجوناش عن النص، خليني اقول لكم الطريقة المفيدة. وبيقول لك ان انت هتكتب الامنيات اللي انت عايزها بطريقة وصيغة فيها نوع من انواع الايجابيات، اوعى تيجي ناحية السلبيات. ده الشروط النظرية. نرجع تاني ما ننساش، هتكتب الأمنية اللي بصيغة إيجابية ونبعد منها على أي حاجة سلبية 3 مرات صبح، 6 مرات الظهر، 9 مرات بالليل. وتقعد ترددها بقى، ترددها 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 ترددها. هنا مش مهم الساعات، هو حدد لك المدة الزمنية، ولكن قال لك على 21 يوم تمشي على النص 3 6 9 وتكتبهم كما قال العالم تسلا. سبحان الله يا أخي، تقولش ورد قرآني، تيجي تقول لهم ورد قرآني يقولك بس انت من أتباع الشياطين، لا إله إلا أنت. أما لما أقولك اكتب أرقام واقعد عدها، يعني انت مش هتعتقد في كلام الله وهتعتقد في الأرقام اللي كاتبها خلق الله واعتقاداته هو. طب مش لما نعرف مين تسلا وإيه حكاية نظرية 9 6 3 ولا 3 6 9 أيا كان الرقم، يعني كلها شكليات. شغال إيه بقى حاج نيكولا تسلا اللي بيفكرني بنسلا، الله يمسيه بالخير والله. نيكولا عامل نظريات يا نهارولا ولا أروع ولا سوري معلش القافية حكمت. المهم تسلا بقى المفروض إن هو مخترع فيزيائي، كهربائي، ومهندس ميكانيكي، وحاجات كده ليها علاقة كلها بالفيزياء والكهرباء والطاقة، مولدات الطاقة لأبعد قدر أو أكبر مسافة على الإطلاق. يعني انتوا عارفين المخترعين، وغالبا كده كان في عنده مشكلة ما بينه وما بين الله يمسيه بالخير بقى الحاج أينشتاين. شغل عمنا تسلا أكتريته كان في الطاقات والتذبذبات الكهربائية والشحنات والحاجات دي. انتوا طبعا عارفين ان كل الباحثين في علوم الفيزياء نسبة ذكائهم أعلى شوية من نسب الذكاء الناس العادية. حتى بتوع الثانوية العامة بيجوا يقولوا لك إيه، مخترعين وعباقرة الفيزياء ما بيعرفوش يحلوها من كتر صعوبة. فالحاج تسلا بقى بيقول لك إيه، إنه ليه نظرية مختلفة عن النظريات العلمية، لأن نظرية 963 دي مش نظرية علمية ولكنها روحية. وهو من وجهة نظره ان الترددات والحاجات العلمية اللي هما بيتوصلوا ليها ان دي ولا حاجة بالنسبة للكون واكواده والارقام اللي بتبقى خاصة بكل شكل هندسي وتردداتها الروحانية اللي بتطلع من جسم الانسان قال ايه وتتفاعل مع العناصر. خلينا متفقين تاني وتالت ورابع ان الارقام ليها اسرار، احنا كلنا متفقين على ده، ولكن العبث لدرجة ان احنا نعتقد بطرق الارقام ونجيب الامنية ونكتبها ونقعد نعيد ونزيد في نظريات اخترعها بني ادم. ثانية هنا، دي نظرية اخترعها بني ادم والنظرية عالمية، مش عايزة اقول لكم دي تجربة مكسرة الدنيا والكل داخل بيسألني عليها. ايه ده يا سورة؟ يعني انت عايزة تقولي لنا ايه؟ اشمعنى انت يا سورة لما طلعتي وسألوكي انتي بأي صفة بتتكلمي على عفاريت وقلت لهم عندي بعض التجارب والخبرات، الكل هجمك؟ الله،
هو أساس كل النظريات وكل التكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها والأبحاث والاكتشافات الرهيبة. كان أصلها إيه في الأول؟ أيوة سامعاك أنت يا لورا اللي بتقول كلها تجارب. تصدقوا يعني أصل العلم اللي احنا بنتوصل له سواء بالإيجاب أو بالسلب، أو أي علم أو أي اكتشاف بنقتبس منه بعض الحقائق الكونية، فهو عن نتيجة بعض التجارب، ولولا هذه التجارب ما كان ثبت أي شيء من العلوم اللي احنا بندرسها دلوقتي. واللي أسمع وغد بيقول لي انت تخصصك ايه، ولا انت على اي اساس بتتكلمي وانت عندك خبرات؟ لا نو، التجربة خير دليل يا فندم. ولولا التجارب والمجازفات من بعض العلماء اللي شتوا من التجارب اللي هم بيعملوها وبيجازفوا بيها، ما كانش حد وصل لحاجة. عشان عيب قوي ناس محترمة ومتعلمة تشكك لما حد يقول عندي بعض التجارب. عيب، نسمع لبعض نسمع لبعض. لولا التجربة ما كان ظهر البحث ولا كان ظهر الاكتشاف. أما 9 6 3 فهم الثلاث أكوان مثل المثلث، لهم ارتباطات كونية عميقة، لها أسرار عظيمة بارتباطها في تحقيق أي مطلب كوني حضرتك أو حضرتك بتعوزوه أو بتتمنوه، بس المهم تمشي على الطريقة اللي هو قايل لكم عليه. وان هذا الرقم دلاله على طقوس قويه في البدايه حتى ان تعتاد. ولو انت استمريت على هذه الطقوس باستمراريه وبجديه وبقناعاتك الشخصيه ان هم مرتبطين بالحياه الكونيه اللي حوالينا، هتحقق لك ما تتمنى. وانا من هنا باكد لك عزيزي المستمع وعزيزي القارئ العظيم انك هنا بقيت مشرك فهمي رسمي نظمي. مفاجأة الأكتر اللي في آخر الفيديو إن الحاج تسلا ملوش أي علاقة أصلا بالهبد اللي أنا قلته لكم في الأول، وإن دي كلها تحريفات من بعض الشخصيات أو البلاحوتة عشان هما بيزعلوا، ولا الشخصيات المهلبية أو الزلبلية، يعني ما أعرفش أي مسماهم. هم نسبوا ان كان لتسلا بعض النظريات عن الترددات في الزمكان والطاقات المغناطيسية والشحنات الكهربائية، كان ليه بعض الاعتقادات كده وانتقاداته على اينشتاين. فهم خدوا بعض التصريحات او بعض الانتقادات اللي ما بينه وبين الحاج اينشتاين، وان هو بيقولك ان كل اللي احنا بنتوصل له، دي بقى حقيقة، ان كل اللي احنا بنتوصله من ذبذبات واكتشافات كونية في حاجات أكبر من كده بكتير إحنا لم نكتشفها، وإن ساعات بعض العلماء بيبلورنا بعض الحاجات ما بين قوسين عشان ما نقدرش نطلع بين القوسين دول ونعرف ونطلع على خفايا الكون بأسرارها بتردداتها ببواباتها بالعالم الخفي فيها. هريت لكم ليه في الموضوع دوت عشان اقول لكم ان المثلث ده او نظريه تسلا 936 او 993 كذب وضلال. هو مش قرآن كريم عشان نعتقد بيه، ومش ورد قرآني عشان نحتذى بيه أو نذكره. مفيش حد غير الله، عايز تدعو ادعو الله، كل حاجة في إيد الله، غير كده بلح.